عارفة والله انك عايزة تدخلي المطبخ تنضفيه ومش قادرة، وعارفة انك نفسك تنضفيه وتخليه زي الفل، بس منظر البوتاجاز صعب جدا ومش عارفة تنضفيه، والدهون اللي فيه مخليكي شايلة الهم، وتقولي لا خليه كده زي ما هو، هعمله منين مفضى بقى، اصله ده عايز وقت كتير ومحتاج جهد وانا مش قادرة. النهاردة ست الكل بسهل عليكي الدنيا لأبعد ما تتخيلي، وجايبالك منظف هيخليكي تستمتعي بالنظافة، مش تخشي كده انك بتخلصي اي كلام، لا ده انت بتخشي المطبخ بتاعك بتشطبي كل حاجة بكل روقان كده، وبتستمتعي كمان بالنظافة اللي انت بتعمليها. اللهم بارك يا بنات، المنظف اللي هعمله لك النهارده لكل حاجة في المطبخ بتاعك، انت هتخشي مطبخك مش هتشيلي هم التنظيف تاني. يعني بالعربي كده، انت معاكي منظف ما شاء الله تبارك الله هينهي لك كل قصة التنظيف دي جوه المطبخ، هيخلي لك الدهون تنزل من كل حاجة كده بكل سهولة من غير ما تلمسيها. ما شاء الله تبارك الله، انا كده رشيته وسبته، بصي المنظر عامل ازاي. طبعا دي كانت دهون انا سايباها على البوتاجاز عشان اطلع لكم بالفيديو ده، لكن مش ده الطبيعي بتاعي ابدا ان انا اسيب البوتاجاز بتاعي بالمنظر ده. تمام. انا بسيب لك البوتاجاز عشان اوريكي كميه الدهون مهما بلغت عندك هتطلعيها في ثواني، في ثواني معدوده. انا عايزه اقول لك انت بتحركيها بايديكي اهو زي ما انا بعمل معاكي. حتى العيون بتاعه البوتاجاز اللي فيه اخوات كتير جدا بيشتكوا من نظافتها، وتقول لك ده عليها كميه دهون مش طبيعيه. اعملي الخلطه بتاعتنا النهارده وشوفي النتيجه بتاعتك هتطلع عامله ازاي. اللهم بارك يا بنات، بتاكل في الدهون اكل كده، لو على الحيطان او في الشفاط او في العيون بتاعه البوتاجاز، لكل حاجه في المطبخ ما شاء الله تبارك الله هتعمل معاكي نتيجه خياليه انت مش هتصدقيها. ده مش بس كده، ده انا عايزه اقول لك مجرد ما ترشيها وتسيبيها شويه على البوتاجاز انت بتمسحي بالفوطه، حتى الاسبونشه مش هتستعمليها. بصي الجمال، يعني انا بجيب لك كل حاجه قدام عينيكي عشان تصدقي ان القصه مش لعب ولا اي كلام. انا بعد ما رشيتها سبتها شويه، عبال ما مسحت الحوائط عملت حاجات تانية، بصيت لقيت كل الدهون اللي على البوتاجاز ساحت ودابت، واللهم بارك يا بنات نتيجه زي ما حضرتك شايفه كده. بس بيجي دور التلميع بقى، يعني انا عندي مزاج حته التلميع ديت لازم تبقى بيرفكت قدامي زي الفل. فطبعا بجيب الاسبونشة بعد ما خلصته وبعد ما نزلت كل الدهون اللي عليه وشيلتها بالفوطه، وكلامي واضح مش بالاسبونشة. عايزه اقول لك اللهم بارك، يعني مش هتبذلي مجهود تماما. لو انت من الناس اللي صحتها على قدها او مثلا بتبذلي مجهود ما تقدريش تعمليه، فلا النهارده الخلطه بتاعت النهارده بنات حاجه كده تحفه 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 ما شاء الله، هتخليكي كده تقومي تاكلي المطبخ، مش هتخلي فيه حاجه مش محتاجه تنظيف. سمي الله كده وصلي على رسولنا الكريم، وتعالي اقول لك على الخلطه النهارده عامله ازاي. هاتيلي كده ست الكل نص لتر من الميه، تمام، وهاتيلي عليها معلقه كبيره من البيكربونات او بيكربونات الصوديوم، الكربونات والعادي خالص، تمام. هننزل كمان بمعلقه كبيره من ملح الليمون او الستريك اسيد ده اسمه في الدول العربيه. انزلي بالمعلقتين دول وتقلبيهم مع بعض كويس جدا. بعد ما هقلب المعلقتين ويحصل فوران اللي قدامك ده، هحط مكونات تانية، بس عايزه اقولك خلي بالك بقى من المكونات الجميله اللي هحطها دي، لانها بصي كل واحده فيهم اخطر واجمل من التانية. مش خطر يعني ان هي خطر، لا خطر في تنظيفها في جمالها في حلاوتها، مش قادره اوصف لك جمالها. حطيت كمان ربع كوبايه من الخل، والثلاث مكونات بقلبهم كويس جدا بحيث يدوب ملح الليمون ويدوب الكربونات وتدوب كل حاجه مع بعضها كده، ومكسهم مع بعض. وهركن المكونات دي على جنب، تمام. بس امتى؟ لما احط كمان مكون حلو قوي، هو ده بقى اللي هيقضيلي على الدهون اللي بصي ما تتخيلهاش. اي دهون عندك في المطبخ هيجيبها لك كده من قلبها، يعني عايزه اقول لك ما شاء الله تبارك الله هتعمليه في 5 دقايق وانت واقفه. يعني انا بصي يا بنات، انا ما بقدرش ادخل انضف المطبخ غير لما يكون معايا الخلطه بتاعتي قبل اي حاجه. جبت معلقتين كده من البوتاص على كوبايه من الميه، وهتقولي لي معلقتين كتار، ابدا يا بنات، لما يكون عندك الدهون كبيره او كتيره جدا حطي معلقتين، وعايزه اقول لك ما شاء الله تبارك الله النتيجه هتطلع معاكي تحفه التحفه. قلبيهم وخلي نفسك بعيد، وللناس اللي بتخاف من البوتاص البسي كمامه او خلي ايديكي بعيد كمان عشان لو في لسعه ولا حاجه. هتحطي شويه خل على ايديكي، لو جت على ايديكي مثلا نقطه من البوتاص ولا حاجه، نقطه خل على طول هتهدي الموضوع تماما. وهنحط بقى البطاطس على بقيه المكونات اللي احنا قلبناهم مع بعض في البدايه. وزي ما حضرتك شايفه كده اللهم بارك، بدات الخلطه بقى تبقى جميله مع كوبايه كمان من صابون سائل المواعين. واللهم بارك. قلبيهم كويس مع بعض بقى، والخلطه دي بقى خشي بيها على المطبخ، مش قادره اقول لك على الجمال والحلاوه بتاعتها عامله ازاي. دايما لما بتدخل ست البيت على المطبخ وتلاقي المنظر بتاع مطبخها والبوتاجاز تحديدا اللي هو الواجهه بتاعت المطبخ مش نظيفة او في كتلة دهون او في كتل دهون، انا عايزه اقول لك ست البيت بترجع لورا تاني، اللي هو لا نفسي اتقفلت وخلاص خليه كده، وهطلع بره بقى لما دماغي تروق له واعمله بمزاج. تمام. انا واحده من الناس
ما بعرفش ابدا ادخل اعمل حاجه الا لما يكون الخلطه بتاعتي موجوده معايا، يا جاهزه عندي موجوده، يا اما لو خلصت بعمل غيرها. فدايما بعمل الخلطات معاكم يا بنات لما بيكون عندي حاجه مش نظيفه في المطبخ او حاجه مش نظيفه في اي مكان انا بعملها معاكم تاني وتالت ورابع لغايه ما كلنا نكون عارفين الخلطات اللي احنا ماشيين بيها. واللهم بارك نتيجتها تحفه جدا. طبعا الخلطه بتاعتنا انا عبيتها في ازازتين زي ما حضرتك شايفه كده، عشان ديت تعتبر بتسهل عليا الدنيا شويه. الازايز ديت او بخاخه لو عندك حطيها في بخاخه او في ازازه زي اللي انت شايفاها دي، وابداي اي مكان عندك فيه دهون رش عليها. طيب بالنسبه لفي ناس كتير دخلت قالت لي برضو ان الخلطه دي بتكون خطر شويه على الاستانلس. انا طول عمري بنضف الاستانلس بيها وما شاء الله تبارك الله البوتاجاز بتاعي زي الفل اللهم بارك، وما بيجرالوش اي حاجه. طيب ممكن اخاف منها على ايه؟ هخاف منها على الالمونيا بس. لو انا عندي اي حاجه مثلا قطعه في البوتاجاز المونيات، دي اللي انا خاف ان انا احط عليها الخلطه بتاعتنا النهارده، لان فيها البوتاس والبوتاس بيبقع اي المونيا. فتاخدي بالك دايما لو في اي حاجه في البوتاجاز بتاعك، اي قطعه مثلا ديكوريه او حاجه في البوتاجاز ألمونيا بلاش. هتقولي لي طيب وعيون البوتاجاز مش ألمونيا؟ انا عندي العيون بتاعتي مخلوطه ألمونيا بستانلس على فكره، عشان كده هي مش بتبقع ولا بيجرى لها حاجه. فما شاء الله تبارك الله بنات الخلطه بتاعتنا النهارده امنه جدا على كل حاجه ما عدا الالومنيا. وبحذر تاني بلاش الالومنيا تماما مع الخلطات اللي احنا بنعملها وداخلها بوتاص. رشيتها كده على البوتاجاز زي ما شفتي، وما شاء الله البوتاجاز يعني كانت حالته يرثى لها. ورشيت كمان على الرخام، لان الرخام كان فيه نسبه من الدهون، لان كان بقالي فتره ما نضفتش المطبخ بتاعي، فما شاء الله يعني كانت حالته صعبه جدا. فطبعا الحمد لله على كل حال. زي ما حضرتك شايفه كده الرخام برضو كان عليه كميه من الدهون. الحوائط عندي كانت عليها كميه من الدهون، وهوريكي كل حاجه بعينيكي دلوقتي. لان الخلطه بنات مجرد ما بترشيها هي طبيعي لوحدها بتشد الدهون او بتنزل الدهون. بصي البوتاجاز ما لمستوش لسه، بوريكي كده يعني خطفتلك كده نظره كده على البوتاجاز عشان تشوفي الخلطه بتعمل ايه من غير ما تلمسيه. اللهم بارك، فعلا الدهون من غير ما تلمسيها هتنزليها من البوتاجاز، الشفاط، اي حاجه موجوده عندك في المطبخ. مش هتروحي بقى تشتري مذيب دهون بقد كده من بره وتلاقيه بيتعب الصدر والكلام ده كله، مش هتلاقي الكلام ده. هي بس البطاطس وانتي بتقلبيه هتخلي نفسك بعيد شويه، ولو انت قلقانه هتلبسي كمامه وتخليها عندك ديت للتقليب. وانت هتعمليها كل فين وفين مره، يعني مش هتحتاجي لها على طول بصفه مستمره، لا انت هتعملي الخلطه بتاعتنا وتخليها عندك في المطبخ، هتستعمليها في اي وقت وفين وفين لما هتعمليها، لان طبعا ايدك على طول هتبقى في المطبخ بتاعك في التنظيف. بصي بعد ما رشيت وكل الدهون نزلت وبدات تسيب كلها من العيون بتاعه البوتاجاز وتسيب من البوتاجاز، انا بوريكي ان انا جبت الاسبونشه وما استعملتهاش هنا، هستعملها في التلميع بس. بصي بايديا بس بحرك الدهون من على البوتاجاز، اللهم بارك يا بنات بتنزل كل حاجه تحفه التحفه كده. بصي العيون وبصي عامله ازاي، اللهم بارك. يعني بايديا كده بتحركها. انا هنا لبست الجوانتي دوت عشان خاطر طبعا البطاس هنا كان معلقتين فكتير نسبته، فطبعا بيبقى خطر على الايد شويه. فاللي خايفه منه بتلبس جوانتي زي ما انا عملت معاكي بالظبط كده. تمام. اول ما بشيل خلاص البطاس من على البوتاجاز اتعاملي خلاص بايديكي عادي جدا. انا من الناس اللي بحبش ابدا البس جوانتي الا بقى للضروره القصوى اللي زي ما انت شايفاها دلوقتي. بضطر البسه لو في حاله ان مثلا البوتاز نسبته عاليه او المنظف اللي بشتغل بيه ممكن يكون خطر على الجلد شويه. تمام. فهنا بمسح الاول الخلطه، وبصي بالفوطه مش هتصدقي انك بتشيلي دهون المطبخ بالفوطه. يعني اللي هو بصي انت غالبا لما بيبقى فيه دهون كبيره او تقيله يعني بتحسي ان انت عايزه بقى بصي سلكه مواعين من الاستانلس ولا سلكه عشان تحكي وتشدي وتعملي، لا مفيش الكلام ده. انت هنا بتشديها بالفوطه. بصي بسم الله ما شاء الله تبارك الله. جبت بقى الاسبونشه كده وشويه الصابون المواعين بتوعنا القمر دول واديها بقى تلميعه. التلميع ده اهم من التنظيف نفسه كمان. لان انت لما بتنضفي البوتاجاز شلتي الدهون اللي عليه، لمعيه بقى واديله تلميعه بالتناس كده عشان خاطر لما تيجي تخلصيه تلاقيه بيبرق قدامك كده وعامل شبه المرايه، كانك لسه مطلعاه من الكرتونه بتاعته. فاللهم بارك يا بنات استعمليها وما شاء الله تبارك الله. استخداماتها بقى للشفاط كمان، للحوائط هوريكي دلوقتي. هنا كنت مسحته ولمعته وخليته زي الفل زي ما حضرتك شايفه كده، واديته بقى تنشيفه حلوه كده بالفوطه بتاعتك. ويا سلام الفوطه في الاخر لما تكون ناشفه كمان تديكي كمان يعني بتبقى احسن وانضف كمان بكتير لما تكون مبلوله. تمام. او مثلا مشطوفه حلو جدا اشطفي يعني امسحي بيها. هنا رشيت بقى على الفوطه نفسها عشان ما احطش على الازاز ينزل على قطعه كده الحته اللي تحت ديت المونيا، فما بحبش ابدا المسها. يعني ما احبش ارش عليها بوتاص احسن يبقى حالي فيخلي شكلها مش حلو. تمام.
انا هنا حطيت على الفوطه نفسها وبدات امسح الازاز بتاع الغطا بتاع البوتاجاز نفسه، كان عليه برضو كميه من الدهون يا بنات. وعايزه اقول لك الحاجات دي كلها بتدي في الاخر منظر مش حلو خالص. لما بتسيبي دهون هنا او هنا بتحسي كده ان في حاجه مش مظبوطه. يعني المطبخ بتاعك لو ما كانش كله ما شاء الله تبارك الله، يعني ربنا يديكي ويديني الصحه يا رب كده، عاملاه ومخليه بيرفكت كده، بتحسي ان في حاجه مش مظبوطه في المطبخ، سواء دواليب بقى او مثلا البوتاجاز او الحوائط. لازم كل حاجه قدام عينيكي تكون خاليه تماما من الدهون. تمام. انا بوريكي كل حته بنضفها عشان بصي تصدقي فعلا ان الخلطه بتاعتنا ما شاء الله تبارك الله عليها. خلصنا بقى، رحت واخده العيون بتاعه البوتاجاز زي ما حضرتك شايفه كده، اللي انا كنت حاطه لها اصلا على البوتاجاز الخلطه، وحطيتها في البوله قدام عينيكي. وبصي طلعت من غير الدهون من غير ما المسها. بصي قدامك اهي، نزلت عليها بس يا دوبك شويه ميه، والله نزلت كل اللي فيها بدون ما المسها. ما شاء الله تبارك الله بنات، خلطه تحفه التحفه. بصي بقى الميه عامله ازاي، الميه اسودت من كتر الدهون اللي كانت موجوده. طبعا انا خدتها بقى ورا الكاميرا، لان طبعا انا كان الستاند بتاع التصوير وقع مني فاتكسر، فالحمد لله على كل حال، فبدات اصور لك بايديا كتير. تمام. هنا جبت بقى منه شويه على يعني حطيت شويه من الخلطه بتاعتنا كده على الموب، وطلعت بيها على الحيطان. عايزه اقول لك اللهم بارك اللهم بارك، خلت الحيطان بعد ما كانت مليانه دهون ما شاء الله تبارك الله. انا فاتني بس اصور لك الدهون على الحيطه قبل ما اعملها، ولكن ما شاء الله يا بنات مجرد ما بتمشي بالموب كده على الحوائط بتخليها لك بتبرق حرفيا مرايه. طبعا دي كان بقالي فتره طويله جدا ما عملتهاش، واللهم بارك اول ما عملتها بصي الرغوه بقى بتاعت الخلطه، رغوه بقى بملح ليمون بيلمع، بخل بيلمع، حاجه كده قمر قمر بجد، بتحفه جدا يعني. حتى الاماكن اللي موجوده فوق الشبابيك، مثلا لو عندك الشباك في المطبخ شايل دهون فوق منه او عليه نفسه، بصي الخلطه دي مسحي بيها كل حاجه في المطبخ. يعني رشيها ومسحي زي ما دايما بكتب لكم في عنوان الفيديو، رشي ومسحي. دي حقيقه فعلا والله، ما بقول لك حاجه كده اي كلام ولا بمرز ولا مثلا بروج للفيديو، لا هو فعلا رشي ومسحي، حاجه كده تحفه من غير ما تلمسيها. يا رب الفيديو يكون عجبكم يا رب كده. وشوفي بصي منظر الحيطه لمعت ازاي، وما شاء الله تبارك الله بنات بقت حاجه قمر وتحفه جدا. اترككم يا رب في رعايه وامن من الله سبحانه وتعالى، وربنا ما يحرمنيش منكم ولا من دعواتكم الجميله يا رب. تسلموا لي احلى حبايب في الدنيا، ربنا يخليكم ليا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.